بالمركز صحيح بعد والله ما خلي شيء ما خبرنا على مستوصف. طبعا ايش قد ما يكون السيارة تطلع بكير يفضل يكون احسن انه مشان على الورود يكونوا بالرقة كمان، يعني هو ساعة التواجد بالرقة لازم يكون ساعة 9 حتى يكون الاهل جاهزين ويجهزون الطفل مشان نبعثه على الرقة لاستكمال العلاج ونتمنى له الشفاء العاجل. السلام عليكم، أنا حليمة والدة علي محمود. طفل من راس العين مخيم الطلايع انحرق بسبب قنينة بنزين بالخيمة. أول ما انحرق جبناه على مستوصف الهلال الكردي، سحفونا على المشفى، ظلينا شي 15 يوم مشفى العزيزية ما تحسن، رجعناه على المستوصف الهلال الكردي. ساعدونا يعني حيل دكاترة وأدوية ومساعدة مالية، ما قصروا معانا. خذونا بالإسعافية على الرقة، على المشافي، رجعونا، حولونا أخرى على الشام، قدموا لنا مبلغ يعني مساعدة علي العلاج إلى الشام، يعني صار مرتين ناخذه عن طريق الهلال على الشام. والهلال الكردي ما قصر معانا، أو المستوصف ما قصر معانا، يعني إذا يجي علي ما يستنى لا دور ولا شيء، فورا من أدوية، من علاج، من دكاترة، من كل شيء. أشكر الهلال الكردي على ما قدم لنا، على وقفته معانا، وعلى زيارات البيت. على علي ما يقدر يطلع الشمس بنوب، درجة الحرق عنده 4 و5 يعني للعظم وصل حرقه. فالهلال الكردي زياراته لعدنا على البيت يوم ايه ويوم لا، يعني دائما احس انه مو بس يعني هو ابني، احس كانه هو طفلهم هم وابنهم هم، لانه ما تركوا عليه ابدا. يعني اشكرهم على كل شيء، يعني الهلال الكردي، المستوصف تبعهم، المركز تبعهم، يعني ما قصروا معي.